I never saw the video. هو ليه كريستيانو رونالدو الكل ضده؟ وحرفيا لو ما كانش جمهوره كبير كان زمانه متكنسل من زمان. وليه ميسي هو الفتى المدلل لدرجه ان كريستيانو لو عمل غلطه صغيره بيتم طرده او انذاره، لكن نظيره ميسي بالعكس بيعدوا له كل شيء؟ هقول لك الصراحه ان ده سؤال مهم قوي ولازم نجاوب عليه النهارده، بس لو فاكر ان هو ده موضوع الحلقه تبقى غلطان. موضوع الحلقه اسمى بكتير مما تتخيل. تخيل لما يوتيوبر فجأة يطلع لك من تحت الأرض ويقول لك رونالدو فاضل له شيء واحد فقط ويختم الحياة، حرفيا هيوصل للي ما فيش إنسان وصل له. فيا ترى إيه هو الشيء دون؟ Why we don't believe that we can do it better? You have to believe, you have to be positive. تخيل لما يوتيوبر يجي يقول لك ان حبيبك واسطورتك الكرويه رونالدو ما كانش هيجي الدنيا اصلا والسبب كانت امه. تخيل لما يجي يوتيوبر ويقول لك رونالدو بيحبك فوق ما انت تتخيل، اسطورتك وحبيبك بيحبك وبيخاف عليك، شعورك هيبقى عامل ازاي؟ اكيد هتتصدم، واكيد هتسالني وتقول لي ازاي يعني بيحبنا؟ راح ولا جه هو لاعب كره في الاول وفي الاخر وما يعرفش بوجودنا اصلا؟ هقول لك ان رونالدو اكتر مشهور عارف بوجودك ومآمن بيك. انت بعد الحلقه دي هتبص لرونالدو بنظره تانية خالص، سواء كنت من محبين ميسي او حتى بتشجع الدون. فلو عندك اي شيء يسليك اعمله وانت بتسمع الفيديو دون. خليني اولا احكي لك اول موقف ليه اثبت لي محبته لمشجعيه فعلا. في عام 2021 تحديدا 14 يونيو اتعمل مؤتمر صحفي قبل مباراه المجر والبرتغال، ورونالدو كان حاضر وقتها بصفته احد لاعبي البرتغال لانها بلده الام. وهنا اللي حصل كان صادم، رونالدو قعد على الكرسي وباين عليه ملامح الغضب وكانه لسه خسران، عشان فجاه كريستيانو يمسك من قدامه ازازتين كوكاكولا ويحطهم بعيد عنه باتجاه الشمال، وما سكتش هنا بل جاب مكانهم ازازتين ميه وقال لك اوجا. اوجا ايه يا عم انت؟ انا ساعتها كنت بقول في نفسي ايه اللي رونالدو عمله دون، خصوصا لان كوكاكولا شركه امريكيه وليها وضعها، وحسيت انه هيحصل ما بينهم مضاربات بالدعاوي القضائيه. ولكن سيبك من حركه رونالدو، انا اللي كان شاغلني ساعتها هو شعور كوكاكولا نفسها. اكيد كانوا مرعوبين من تبعات الموقف، وقد كان، لان فعلا رونالدو عمل لهم كارثه هقول لك عليها قدام. نستخلص من القصه دي ايه؟ ان رونالدو رافض يكون ضمن شيء غير صحي لجسم الانسان زي كوكاكولا وغيرها، وده لانه عارف ان دي اشياء مضره بصحه الانسان وهو اصلا ما بيستخدمهاش. وفي نفس الوقت هو مدرك تماما ان جمهوره فيه شريحه كبيره قوي من الشباب والاطفال واللي هم اصلا تحت الصفر، فقراء جدا. فازاي يكون عندي جمهور نفسه يكون زيي واقول له روح اشرب كوكاكولا وبيبسي؟ هي دي القدوه الحسنه يا جماعه، اني انصحك وابعدك عن الاشياء اللي تضرك. عاوز اقول لك ان فعلته دي خسرت كوكاكولا 4 مليار دولار، لدرجه ان جو روجان طلع بعدها واتريق عليهم. Do you see that thing with Ronaldo? They put a Coca-Cola in front of him and he pushed it aside and he picked up a bottle of water and said agua. Coca-Cola's sales tanked. Their cost their market share of something like $1 billion. Billion. 4 billion? 4 billion by saying water. هنا هتقول لي ثانيه بس، هو عشان عمل الحركه دي يبقى بيحب مشجعيه وبيخاف عليهم؟ اسمح لي انت بتبالغ. انت ممكن حتى تقول لنفسك انه ممكن عمل كده عشان الترند او عشان كوكاكولا مثلا ما اتفقتش معاه على اعلان مسبقا. هرد واقول لك انت فاهم بتقول ايه؟ رونالدو بيعمل حركه زي كده عشان ترند؟ لا، ولا حتى ممكن يعمل كده عشان شويه فلوس من كوكاكولا؟ ده رونالدو اللي لو حط صوره ترويجيه عنده في انستجرام بياخد قصادها $1,600,000 دولار. فهل مستني كوكاكولا تتفق معاه على اعلان؟ خليني اقول لك ببساطه اني مش ببالغ، والدليل على كلامي هي الرحله اللي هاخدك فيها دلوقتي، حرفيا هتنبسط. خليني ابدا معاك الرحله واخدك ونرجع بالزمن 40 سنه بالماضي، تحديدا سنه 1985 5 فبراير، يوم ولاده الطفل المعجزه كريستيانو رونالدو، واللي كان بمثابه الجوهره لعائلته. ولد لام اسمها ماريا واب يدعى جوزيه دينيس افيرو، واما الاخوات فكان هو اصغرهم وكانوا عددهم 4، اختين وهو اخوه الاكبر هيجو. واما بالنسبه للام فهي كانت رمانه الميزان، هي اللي كانت محافظه على استقرار العائله دي بالكامل. واما جوزها كان بيقول عنها انها هي الحارس الشخصي لرونالدو، نظرا انها كانت بتوجهه للطريق الصح والحفاظ عليه. يعني كان نفسها رونالدو يتعلم عشان في النهايه ينتشلهم من الضياع والفقر اللي هم فيه. رونالدو شاف فقر ومعاناه شديده جدا، يكفي اقول لك انه كان بينام هو واخواته الثلاثه في غرفه واحده، لا بل كان بيتقاسموا الملابس مع بعض، والام هي اللي كانت بتشتغل عشان تعول الاسره. عايز اقول لك ان رونالدو كان بيروح هو واصدقائه لاحد محلات ماكدونالدز عشان بس جعانين جدا، اللي هو اي بقايا للاكل عندكم ناكله عادي. اما بالنسبه لوالده فكان جندي سابق بحرب استعماريه داخل البرتغال، والحرب دي غيرته جدا. يكفي اقول لك
لك ان بعدها ادمن الشرب بشكل مش طبيعي، حتى انه بقى بيصرف كل فلوسه على الشرب فقط. وده جبنا للسبب اللي كان هيمنع رونالدو انه يجي الدنيا دي اصلا، وهي امه وهي حامل فيه فجاه قررت ان هي تجهض نفسها. خلاص تعبت، اب مدمن وفقر شديد، فليه تجيب الطفل ده يتبهدل هو كمان؟ لكن منعها الدكتور ورفض ان هو يجهضها. وهنا هاخدك ونرجع تاني لرونالدو اللي اتولد بالفعل. رونالدو كبر وفجاه اتعلق جدا بالكوره، بقت بتجري في دمه، وبدا يلعب وهو عنده 7 سنين فقط، حتى انه بدا ساعتها مع نادي اسمه اندورينيا، نادي مخصص لمحبين الكوره يعني لا هياخد ابيض ولا اسود. لحد ما بعدها ب5 سنين انضم لنادي محلي اسمه ناسيونال ماديرا، وقعد فيه بالظبط حوالي 2 سنين. لكن امه رفضت تماما اللي بيحصل، تعليمك يا ابني اهم حاجه، انت املنا بالحياه. لكن رونالدو عنده حلم وهو الكوره، لدرجه انه من كتر ما هو بيكره التعليم ضرب احد المدرسين بتوعه بالكرسي. هنا الام قالت لك خلاص ما قداميش حل تاني، وقررت ان هي تمشي ورا ابنها والحلم بتاعه. وبعد ما قضى 2 سنين بنادي ماديرا راح جري لتجارب الاداء اللي كانت بتتعمل في نادي تاني اسمه سبورتنج لشبونه، والتجارب دي كانت بتقام لمده 3 ايام متواصلين. ايه اللي حصل له بقى بعدها؟ ابن ال 12 سنه وقع معاهم عقد ب 1500 جنيه استرليني، والكلام ده امتى؟ هناك في التسعينات، يعني مبلغ وقدره، لحد ما وصل لسن ال 14 سنه وقال لك بس انا لازم اروح العب مع المحترفين، انا خلاص محترف. ولكن يشاء السميع العليم ان رونالدو يقع. رونالدو طلع عنده عيب قاتل في قلبه، وهي تسارع نبضاته، يعني ما ينفعش يلعب كرة تاني نهائي والا هيموت. هنا الدكاترة لطفا من الله قالوا لأهله إنه في حل، وهي عملية في القلب، وإنها لو نجحت هيرجع يلعب تاني زي ما هو عاوز. وبالفعل بيعملوا العملية، واللي كانت عبارة عن كوي بعض المسارات في قلبه داخل مسار واحد، وبتنجح. لا وبيرجع يتدرب تاني زي الأول، ومن هنا نجمه بيعلى جدا وبقى يتصارع عليه سماسرة اللعيبة. هنا هتقول لي وفين أبوه من كل دون؟ هقول لك إن رونالدو كان بيحب والده جدا، ولكن قال لك إن علاقتي بيه ما كانتش قوية قوي، وده بسبب الشرب بتاعه، لكنه بيحبه وكان بيدعمه وبيقف جنبه. أبوه دفن نفسه في الشرب فقط لانه كان حزين من اللي شافه في الحرب، ولكنه ما سابش ابنه ولا عائلته، وكان بيدعمهم وواقف جنبهم حتى ولو بالكلام، لحد ما بيموت. وبيفضل سنده في الدنيا هم اخواته وامه، لحد ما في ايامنا دي رونالدو طلع وقال لك كان نفسي انه يشوف نجاحي واني بقيت رقم 1، لكنه ما لحقش. Muito orgulhoso pelo filho daquelas crianças. I never saw the video. خليني بقى اقول لك ان ابن البرتغال اللي شاف كل معاناة الفقر وشبع منها ايه هي انجازاته الفردية حتى وقتنا هذا. حصل على 5 بالون دور، وحصل على 4 احذية ذهبية كافضل هداف في الدوري الاوروبي، حصل 3 مرات على افضل لاعب في اوروبا، ده غير انه سجل اكتر من 875 هدف رسمي معتمد، وهو اللاعب الوحيد اللي سجل 50 هدف في 6 مواسم متتالية. وده يعتبر ملخص بسيط جدا لقصة رونالدو، بدون بقى التطرق للاندية اللي احترف فيها او اللي هم اتصارعوا عليه. لو تحبوا نحكي قصته مع الاندية ومين هم ضحاياه عرفوني بالكومنتس تحت. طب انا ليه حكيت لك قصته اصلا؟ عشان اوريك الدليل انه فعلا بيحبك. الناس نوعين يا جماعه، نوع قلبه طاهر ونوع قلبه اسود، نوع بيهتم ونوع لا. في نوع بيعمل دايره وبيحط فيها نفسه فقط، وده نوع اناني. واما في نوعين تانيين هم شبه بعض شويه. النوع الاول فيهم بيعمل دايره وبيحط فيها اسرته، بيكونوا هم كل اولوياته واهتماماته. واما بالنسبه للنوع الثاني فبيعمل دايره اكبر وبيحط فيها كل انسان قدامه. ورونالدو من النوعيه الثالثه، النوعيه اللي بتتعامل بالانسانيه. رونالدو مش حابب ان اي حد اخر يعاني من نفس المعاناه اللي مر بيها، ولذلك بيحرص دايما على نصحك وتوجيهك للطريق الصح، مش يمدلك ايده بالترويج للخمره والمياه الغازيه. مش هيبقى هو والدنيا علينا. وقصه حياته كانت الدليل على محبته لمشجعيه. وعشان اثبت لك اكتر نظريتي خلينا نقارن واحد زي رونالدو بواحد زي كونر ماكراجر. كونر حرفيا جاي معاك في اي شيء، اعلان لخمره ماشي، ترويج لبيبسي اوكي، شخص مهزأ وكريه اللسان بيكره المسلمين وبيشتمهم. لكن رونالدو شخص لسانه طاهر، حتى افعاله افعال مسلمين، بيروج لك لاشياء كلها صحيه زي الملابس، البرفيوم ومستحضرات العنايه بالشعر، وكل ده حلال. حتى كل تجاراته ايضا حلال. عشان اكون صريح معاك هو عمل في مره ترويج للقمار، والكلام ده من 9 سنين، يعني عمر كامل، لكن من بعدها ما شفتلوش اي اعلان للقمار تاني. وكده انا عرفتك ليه رونالدو بيحب مشجعيه وبيخاف عليهم. خليني بقى اعرفك انا ليه بحبه. اول سبب هو الفيديو ده فيديو طبيعي للروتين اليومي بتاعه، واللي بيكون عباره عن تمارين رياضيه بسيطه جدا. طب ايه المفيد بالفيديو؟ المفيد ان رونالدو قدم لك الروتين بدون اي جهاز، ما جاش قال لك لازم تشتري تريد ميل عشان تجري عليها او اي جهاز اخر، كل تمارينه بشكل بدني فقط. وده حسسني ان رونالدو عارف ان في مشجعين كتير ليه فقراء جدا، شباب واطفال بيحبوه قوي، دايما ماسكين تليفون واحد مع بعض وبيتفرجوا عليه، دايما نفسهم يكونوا زيه، يمكن ينتشلوا اسرتهم من الفقر زي ما هو عمل. فعشان كده قدم لهم الفيديو البسيط عايز اقول لك ان حتى بالكومنتس بتاعت الفيديو في ناس عقبت على النقطه دي، انك يا اخي عامل فيديو بدون اي ايكوبمنت، انت فعلا انسان محترم. هسيب لك الفيديو بالوصف تحت لو حابب تتمرن زيه. تاني
سبب حببني فيه هو الفيديو دون، وده لانه عرفني ان كريستيانو شخص ابيض قوي وضد المتصنعين اصحاب الكومنتس السلبيه النرجسيين، يعني اللي فاكرين نفسهم الافضل في كل شيء. في يوم رونالدو اتقابل مع طفل ياباني صغير في احد الندوات، والطفل دون كان محضر لرونالدو رساله بسيطه كلها محبه ليه، وطالب منه النصح، وكان مجهزها بالبرتغالي عشان حبيبه رونالدو يفهمه. Jota, what's your name? Your name? お名前はりょうた Jota. ブラジルでジアジョガドルjunto com você Why they smile? Why? They should be happy because he tried very hard. It's good. すごいですねこれだけ فكان الولد بيغلط وبينطق بعض الكلمات خطأ، وده طبيعي، ده طفل، ومع ذلك رونالدو كان بيسمعه بكل انصات واحترام، ولا اتريق عليه ولا ضحك، كان فقط بيبتسم ابتسامة حزن وقهر. طب ليه كل دون؟ هقول لك لان كل ما كان الطفل بيتكلم كل ما كان الحاضرين بالندوه بيضحكوا عليه. كان نفسي اقول لهم عيب، انتم كبار سنا وعلما. انا نفسي حسيت ان الولد كان نفسه مكسوره، تحس انه ناضج اكتر منهم لانه ما ضحكش على نفسه زيهم، بل انكسر وزعل. هنا رونالدو خرج عن شعوره وقال لهم انا على فكره فاهمه، ثم انتوا بتضحكوا على ايه؟ المفروض تفتخروا بيه لانه بيحاول بشكل صعب، وشجع الولد ورد على كل اسئلته. ثالث سبب حببني فيه وهم علامات تقربه لدين الاسلام. رونالدو بعد انضمامه للنصر السعودي اتغير تماما، بل حتى عائلته اتغيرت، بقوا يتكلموا عربي وبقت كلمة إن شاء الله على لسانهم دايما حتى في بيتهم. لذلك حبيت أول مشهد بتاع رونالدو لما كان بيبص للمصلين أصدقائه وهم بيصلوا، ودي أول علامة على فكرة على تقربه للإسلام. حسيت إن كريستيانو بيسأل نفسه ساعتها هم ليه خاشعين جدا كده وهم بيصلوا، وإيه إحساسهم وهم ساجدين بالشكل دون. تاني علامة وهي لما سجد بعد الهدف بتاعه. رونالدو على مدار لعبه بالنصر السعودي كان بيشوف أصدقائه بيسجدوا بعد كل هدف، فأنا حسيت إن رونالدو سجد ساعتها عشان بس يحس بطعم السجود. ده طبعا مجرد إحساس عندي، أنت ممكن تاخد الموضوع بإحساس تاني، إن مثلا رونالدو حب يوطد علاقته بالنادي ويتقرب من أصدقائه بالسجود. كريستيانو عبر عن فرحته بطريقة سجود، سجد. بأخلاقنا وتعاملاتنا نستطيع أن نؤثر أكثر من تأثير آلاف الخطب والمحاضرات. وجود الدون في دورينا فرصة لا تتكرر لتحقيق ذلك. تالت علامة لما الكاميرا جابت رونالدو وهو بيدعي ربنا. دين رونالدو بالمناسبة هو مسيحي كاثوليكي، وتقريبا دعائهم مش بالشكل ده، لكن انه يرفع ايده كده ويدعي ربنا بالشكل ده، فده شكل الدعاء المسلم 100%. رابع علامة لما كان عامل بودكاست مع مستر بيست، ساعتها ندى على ابنه عشان يلعب معاه. هنا مستر بيست سأله وقال له هتساند ابوك؟ رد وقال له ان شاء الله ان شاء الله. You're gonna recreate that with your father? Inshallah. You are? You're gonna recreate that with your father? Inshallah. You are? اهو هو ولا في بلد مسلم ولا مضطر يتكلم عربي اصلا، بل في بلدهم وبيكلم حد غير مسلم، مستر بيست، يعني محدش ارغمهم ان هم يقولوا ان شاء الله. ده يعرفك ان ما شاء الله الكلمه بقت بتتقال في منزل رونالدو باستمرار، تحس ان رونالدو عارف قدر وقوه الكلمه بجد. خامس علامه لما شفتها صدمتني جدا وهي صداقات رونالدو. رونالدو كاي مشهور بيتصدق وبيتبرع لجمعيات خيريه كتير جدا، خصوصا للدول الفقيره. هيجي حد ويقول لك ان الصداقات دي اصلا انسانيه، مش حكر على اي دين، بالعكس اي دين اصلا بينصح الناس بان هم يتبرعوا. فانا عايز اقول لك ان مش ده اللي لفت نظري للتبرعات بتاعه رونالدو، بالعكس كلامه هو اللي لفت نظري، لانه في احد المقابلات قال لك انه العطاء شيء جميل جدا، وانه حس انه لما كان بيعطي كان ربنا بيعطيه الضعف، وحس انه ما ينفعش يقطع العاده دي نهائي، وبقى بيتصدق دايما. If you give, the God gonna give you the double. Since I started to do that, everything in my life become better and better, so I will still carry on to do that. حضرتك ده كلام رسولنا الكريم، ما نقص مالا من صدقه. رونالدو ماشي بافعال المسلمين، تحس الراجل فعلا بيبحث عن ربنا لانه انسان طاهر. مش ربنا قال لك انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين؟ هيطلع لي حد دلوقتي ويقول لي معنى الايه دي ان ربنا بيختار الهدايه لناس محدده، وانه كده فرض النار لناس وناس لا. هقول لك استغفر ربنا وخلينا افهمك معنى الايه. الايه نزلت اصلا يا جماعه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وربنا كان يقصد بيها عم الرسول ابو طالب. ربنا كان بيقول للنبي انك لا تهدي من احببت، يعني يا محمد مش بايدك تدخل اي شخص الاسلام حتى ولو كنت بتحبه، ده اختيارهم. وده لان سيدنا محمد كان بيحب عمه ابو طالب جدا، ولما كان بيموت فضل يقول له انت الشهاده يا عمي، لكنه رفض فبكى عليه بشده. عشان كده نزلت الايه. ارجع للجزء الاخير من الايه وهو اعلم بالمهتدين، يعني في ناس بتنط من مكانها فجاه حتى ولو في عقر الشيطان، وفجاه يقول لك انا ماشي بطريق غلط، انا حاسس ان ده مش مكاني، وبيبحث عن ربنا فعلا. هم
هم دول بقى اللي اطلق عليهم والله اعلم بالمهتدين، وعشان كده ربنا بيهديهم وبيرشدهم لطريق الصح لما هم بيدوروا عليه اصلا. فانت لو بحثت عنه هيهديك وهتكون دي اشاره لمحبته لك، لكن لو اخترت الشيطان وملذاته فهيهديك ازاي بس ما انت اخترت الشيطان. فيا رب اهدي رونالدو واهدي كل انسان في قلبه ايمان بيك وبيبحث عنك. هنا هتقول لي طب حلو، العلامات دي جميله جدا واحنا بنحبها في رونالدو فعلا، وممكن احتمال يكون بيتقرب من الاسلام، ولكن بعيدا عن كل دون ليه كنت بتقول ان رونالدو الفيفا مستقصداه وانه لو شعبيته مش كبيره كانت كانسل؟ الاجابه ببساطه ان رونالدو بيتم استقصاده اولا من الحكام، وده بسبب انه هجومي واندفاعي خصوصا وقت اللعب، فطبعا بيكون واضح انه يستاهل انذار او طرد. يعني كان في حتى كذا موقف لرونالدو كان بيتهجم فيه على الحكام او حتى اصدقائه، وده طبعا لما بيخرج عن السيطره تماما. ثانيا استقصاد الاعلام ليه، لان رونالدو بالعاده بيطلع يتكلم عن ارقامه وانجازاته، وهم بيصنفوا ده على انه غرور بالنفس فبينتقدوه. فانت قول لي رايك في النقطه دي، هل هو مغرور فعلا بنفسه ولا لا؟ انا عن نفسي ما بحسش كده. ثالثا ما بيسكتش لاي حد لو له عنده حق، لدرجه انه ممكن يترك ماتشاته ويخرج خالص، والحقيقه انها حصلت مره معاه لما الحكم ما حسبش الجول بتاعه مع ان الكره عدت الخط فعلا، فهنا ترك الماتش وخرج. وزي ما قلت لك بالفعل ليه اكتر من وقعه الحقيقه كان همجي فيها جدا، لكن هو كان همجي بسبب انه انفعل فقط، زي مثلا لما ضرب البليهي لانه من الاخر رخم قوي، وزي مثلا لما نطح الحكم، وليه اكتر من وقعه كمان بتوضح انه عدواني فعلا، ولكن السبب لانه اشهر لاعب كره في العالم فعشان كده بيتم استقصاده. انت اللي في الصوره. اما ميسي فازاي بقى يا عم؟ ازاي؟ ده الكريمه الشانتيه بتاعه الفيفا، شخص في حاله خجول ملهوش في المشاكل وانطوائي جدا، حرفيا بيروح يلعب ويروح، وحتى لو شتمته من هنا لبكره هيضحك ويسيبك ويمشي زي ما عمل مع البليهي. فعشان كده الحكام بيعدلوا كل شيء لانهم عارفين سمعته كويس. هتقول لي طب ازاي شعبيه رونالدو الكبيره انقذته من ان هو ممكن يتكنسل؟ هقول لك ان رونالدو مش زي ميسي، مش مرن، مش مطاط. يعني ميسي ممكن يجيبوه هنا او يحطوه هنا زي ما هم عاوزين، دعم دول هيدعم دول، اعمل اعلان لدي هيعمل اعلان لدي وهو ساكت. لكن رونالدو شخص صعب جدا ان انت تتحكم فيه، فالراجل ما بيخافش، بيدعم اللي هو عاوز يدعمه وخلاص. ولكن لو جمهوره ما كانش كبير كان زمانه متكنسل. حتى عندك محمد صلاح مطاط زي برضه ميسي. وده هيجيبنا لاخر سؤال في الليله دي، وهو ازاي رونالدو هيختم الحياه؟ كنت تقصد ايه بالكلمه دي؟ ايه هو الشيء اللي فاضل له ويقفل كل شيء؟ هقول لك الاسلام يا معلم. الانسان الطبيعي واخد حقه 24 قيراط، صحه وسعاده واولاد ورزق حلال وكمان رضا الرحمن، ولكن ما حدش بياخد كل ده مع بعض. يعني ممكن تاخد كل ده ولكن ما انتاش سعيد، عندك الفلوس والاولاد ورزق حلال وحتى عندك الصحه لكنك تعيس. ممكن تاخد السعاده بس يحرمك من الخلفه. انا شايف ان انا محظوظ اكتر من كريستيانو رونالدو على فكره، وده لاني خلقت مسلم. فتخيل بقى لما رونالدو ياخد كل الاشياء دي مع رضا الرحمن، يعني مع السعاده. انا بحس اوقات يا جماعه ان رونالدو غير سعيد، بحسه الروبوت، انسان آلي، وده لان اي شخص بعيد عن ربنا بيكون تعيس اصلا. فلو رونالدو دخل الاسلام اؤكد لك ان هو هيقفل الحياه، هيكون خد كل شيء ما شاء الله. هنا هيجي كومنت من المتعصبين، وهو ان واحد يقول لك يا عم ما يسلم ولا يغور وانا مالي. هرد عليه واقول له ايجابيات شيء زي دون كتير جدا. اولا هيتجوز جورجينا بدل ما هو عايش معاه في الحرام. ثانيا هنشوف رونالدو قدوتنا بيصلي وبيحج وبيلتزم كاي مسلم. ثالثا والاهم، شوف كم واحد هيخش الاسلام بسببه، شوف كم شخص هيبحث عن الاسلام ويتفقده بسببه برضه. فالسؤال المهم دلوقتي ليك، تفتكر رونالدو هيختم الحياه ولا هو كده خد حقه 24 قيراط؟